السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم جديد في قناتي وصفات حديثة وتقليدية مع ريما. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين يا رب، ونقولكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم. جيتكم اليوم في وصفة بطبوط محشي، طريقة يا البنات ما فيها عجن ما فيها درك وبدون اختمار، يعني طريقة يعني فرمشة عين وفي وقفة واحدة راكم رايحين تخدموها، ما تاخذش منكم كامل الوقت. اتقدموها مع اليسوب مع شربتكم، شربة فريك، شربة تاع المرمز، يعني واش نقولكم يا البنات ولا اروع. يجي فشفش من الداخل وطري يا البنات كيما راكم تشوفوا. يعني ما نحكي لكمش، روعه روعه. نقولكم اللي ما اشتركش في القناه تشترك في القناه وتخلي لي جيم. الوصفه تاع نهار اليوم هكذا باش توصلكم جميع الوصفات باذن الله. نروحوا المقادير. هنا رايحه ندير 2 كيسان تاع الفرينه، حجم الكاس 220 ملل. رايحه ندير نص كاس تاع سميد ارطب، يعني بالملاعق داتني حوالي 6 مغارف كبار، 6 مغارف كبار، يعني تعوض نص كاس تاع سميد. درت 2 ملاعق صغار تاع السكر، 2 ملاعق صغار معمرين من الملح، 4 ملعقة كبيرة مش معمرة متاع الخميرة، خميرة الخبز. هنا خميرة باش طرينا العجين فقط، مش باش نخلوها تخمر ولا زعما راح تخمر، لا غير باش طرينا العجين فقط. ونديروا 2 ملعقة كبار من الزيت، زيت نباتية عادي، ملعقة كبيرة من اللحظة البودرة، حليب البودرة. هنا اللي ما كاش عندها اللحظة الطم بالحليب يكون دافي. جبت كاس تاع الماء يكون دافي ونطم العجين تاعنا، ولا اسرع غير طمو فقط هكذا. خذت لينا حوالي كاس غير ربع من الماء هكذا. ونبدا شغل نطم في العجين تاعي، ندخلها في بعضها بعض، مش زي ما تدلكوها ولا مدة دقيقة فقط هكذا حتى تطرى معكم العجين. نرجعها الغيسيبيون تاعنا، نغطيها ونخليها ترتاح فقط مش باش تخمر. في هذا الوقت تكونوا تخدموا فيه الحشو نتاعكم فقط. انا الحشو نتاعي كان عندي من قبل في الفطائر السابقين اللي خدمتهم معاكم من قبل، يعني اللي حبت الحشو تلقاه ثم. نقسم العجين تاعي الى كريتين، وكل كريه نقسمها الى 10 كريات، يعني هنا حبات البطبوط اللي راح نديرهم 20 حبه تاع بطبوط، يعني هذه الكميه كبيره. انا درت 10 فقط، والعجينه اللي بقات خبيتها في الثلاجه. غدوه من ذاك راح نزيد نكمل نحشيهم ونقدمهم مع لاصوب تاعنا. نحكم الكريه الاولى كما كنتوا تشوفوا صغار ماشي كبار، ونبدا نفتح فيهم بهذا الشكل. اذا شفتوا العجينه تاعكم تتلصق فوق الحد، دهنوا شويه طاوله العمل تاعكم شويه تاع الزيت، ما تكثروش الزيت، غير شويه فقط. فتحوه كما كنتوا تشوفوا هكذا رقيق. قلت لكم ما فيش كامل التعب، حبيتوا العجينه تاعكم تخليوش تريح خدموا ديريكت، يعني اذا كان الحشو تاعكم جاهز من قبل. هذا الحشو تاعنا قلت لكم يخدم به الفطائر تاع الفرن. قلت لكم درت كميه كبيره، قسمت حشيت بها الفطائر اللي سبقوا، واللي بقاو درتها في علبه كما راكم تشوفوا هكذا، درتها في المجمد. ولمكي حبيت يعني نعمر هذا البطبوط، جبدتهم وعمرت بهم. في وسط العجين درت شويه من الحشو، شويه تاع فرماج ربي، ونغلق العجين تاعنا بهذا الشكل. نبدا نلم في العجين بهذا الشكل ونغلق. طريقه سهله يا البنات، قلت لكم صدقوني مش تاخذ منكم كامل الوقت، يعني نص ساعه تلمي العجينه تاعك، تقسميها، تفتحيها، تعمريها بالحال الحشو يعني اللي عندك، تقدر تعمري حتى بشكشوكه من الداخل، تلمي وطيبيهم. ما زعما تاخذ راحه، ما تريح، ما تخمر، ما والو، مش حتعبكم كامل هكذا. بعد ما غلقتهم، الوجه اللي غلقت منه نحطه في الاسفل ونفتح من الفوق، سيو تفتحوا غير بشويه باش ما تقطعوش العجينه تاعكم، فتحوها غير بشويه. نزيد معكم الحبه الثانيه هكذا، ودكم نفتحوها هكا رقيق. اذا شفتوا العجينه تاعكم تعبتكم شويه، قلت لكم تدهنوا طاوله العمل تاعكم شويه تاع الزيت، ما تكثروش، ما تمشي تعمروها زيت كيما المحاجب. وندير الحشو نتاعي في الوسط، شويه فرماج ربي. قلت لكم الحشو راح يكون اختياري، تقدروا تعمروها بشوكه من الداخل، فيون داشي، يعني الشيء اللي متوفر في الدار، وراح يجوا بنان بمعنى الكلمه. ونفتحها بشويه يعني رقيق.
نكمل باقي الكويرات تاعنا بنفس الطريقه. تفتحي تحشي تغلقي. ابسط من هكذا يا البنات ما كاش، ابسط من هكذا بطبوط يا البنات ما كاش. هنايا بعد ما كملت كامل الخبزات تاعنا، درت 10 خبزات الاولين، سخنت ثمثم غير كملتهم، سخنت الطاجين تاعي ربع ساعه من قبل على نار متوسطه. نطيبوهم يا البنات، ما تدهنوه لا بزيت لا والو، وتحطوا هكذا الخبيزات نتاوعكم وتقلبوا يعني ثمثم. كل مره تقلبوا يعني تبقاو غير تقلبوا في كل 10 ثواني، تقلبوا كل 10 ثواني تقلبوا حتى يتحمروا معاكم مليح. علاش كل 10 ثواني يعني تقلبوهم هكذا باش يطيبوا معكم اطريين ويتحمرونا في كامل الاوجه نتاعهم. هكذا يا البنات ولا اسهل. وهذا هو الشكل النهائي تاع البطبوط نتاعنا يا البنات. قلت لكم بطبوط بدون اختمار، بدون دلك، بدون تعب، ما يريح ما والو، راه مشات عين راح يوجد معكم. الطري يا البنات وخفيف كالقطن وبنين ما نحكي لكمش. يعني هذا واش يليق في رمضان، حاجه خفيفه ما تاخذش الوقت، وقفه واحده تخدموها ودير لكم كميه عجينه يعني واش عليه داتكم كميه كبيره. ولكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم، نتلاقاو في وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.